سنه واحده. انت اساسا يا محمد رمزي في العيد ده انت كمان بوظته. انا؟ انت افلامك نفسها ما كانت بتتشال، اللي انت الموزع بتاعها. طب وماله؟ بيشيلوها لك من دار يعني ازاي وماله؟ يعني ايه مش فاهم؟ لا يعني ده مش في فاهم. منتج صرف عليها لا ملايين. معلش انا ايه مقدر وماله؟ المنتج ده لو ما جابش فلوس في هيتشال. العيد بيجي اي فيلم هيجيب فلوس. ما جابش. انت مين ما جبتش ده في فلوس. فيلم، ده اسمعني يا بالراحة استاذ، عشان نفهم بس، ده بالراحة في عشان نفهم. فيلم اتعرض ليله العيد وانت عارف، وجايب 27000 جنيه اول يوم العيد اللي هو بتاع الموتن بورس، والسيتي ستار بعد بردرول للموزع ب 27000 جنيه، تاني يوم شالوه ده قصدك مول العرب. في مول اي سينما. طب ثانيه، البوردرو ده اللي هو طب ما أنا ايه؟ قلت اللي هو بالراحة الفيلم بس. عمل ايرادات قد ايه والسينما موقعه عليه التقرير يعني. وشالوه، ده افترى. عمل 27000 جنيه في اول يوم. في اول يوم، تاني يوم العيد متشال عشان يعرضوا فيلم الجزيره اللي هو المنتج بتاعه. طيب. اللي محمد رمزي شريك فيه. طيب اهدى بقى. لا لا المنتج بتاعه. اهدى. منتج مش شريك. لا الشريك طبعا ماليش شركاء. في افتراء اكتر من كده. طيب بس اهدى بقى، مش بنسمع. انت عليك ان انت تقول ملاحظاتك واتهاماتك. بص قول يا ريس. من صاحب الافتراء؟ مين؟ محمد سبكي اول واحد. ليه؟ هو اللي بدع الموضوع ده. ازاي هو متحكم في السينما؟ بيتحكم وبيذل السينمات لما يبقى معاه فيلم كبير. وانا قلت له يا محمد يا سبكي اجل فيلمك، عيب عليك. مظبوط. انت حصل. منتج كبير. حصل. هتتذل. قلتها له وأنا كصديق، خلينا مش كغرفه ولا بتاع. انا ما حدش يقدر يذلني. ما هو. ده فيلم ولا 20 فيلم. قلت له والله انت محمد رمزي انت عبيط. عيب ان محمد مين اللي يتذل؟ عيب ان محمد لا بلاش. ده مين اللي يتذل؟ انت عارف هو بس بتقول لي مين اللي يذلني؟ مش قصده شخص ده معاش محمد ولا السبكي يكون. يا عم محمد. عم محمد انت عبيط يا محمد رمزي، تقول لي اتذل؟ انا اتذل؟ يا عم محمد. عم محمد انت بتقول لي اتذل، انا بتذل؟ الفيلم مين ده اللي يذلني؟ ده انا ادعكم الفيلم جزمتي. اتذل.